نسيبها بس دقيقتين كده وبعد كده دقيقتين خلاص، دقيقتين بقى اقول لك معلومه صغننه كده. منصوره محافظه الجمال، اوكي، ومحافظه الفن، اوكي، والنوابغ، هم مسمينها محافظه نوابغ. اوكي. فاروق الباز، ام كلثوم من المنصوره، مش المنصوره، من الدقهليه، انت لخبطتني. اوكي انا حسستك ان المنصوره محافظه دلوقتي. مش محافظه، هو اللي قال كده مش انا. ام كلثوم من الدقهليه، فاروق الباز، فاتن حمامه اوكي من الدقهليه، عندك شيخ محمد متولي الشعراوي من الدقهليه، عندك مين تاني من الدقهليه يا راغب؟ الكاتب انيس منصور ما شاء الله، ومحمود السعداني، اعلام مصر كلهم. لا بقول لك محافظه النوابغ، طبعا دكتور محمد غنيم، ومركز بتاعهم مركز صرح عالمي يعني. اوكي بس لا وانا من منصور. بس انا اكتشفت حاجه مهمه قوي. ده اكسترا والله. لا اكتشفت حاجه تانية برضو، ان ما اعرفش، بس انا كان من زياراتي هناك تحديدا كان جنب بقى على المنصوره في الدقهليه يعني. تمام. ان حاسس الناس الدنيا هناك لسه بخير يعني. انا هناك هناك بسمعه كتير قوي لما بروح هناك عادي، لما بروح هناك من غير عربيه مثلا وباخد مواصلات وبتحرك جوه المحافظه، بحس ان لسه في اجره انا اول مره اسمعها. يعني التاكسي بيقول لي ساعات 10 جنيه، انا بتكلم بجد يعني. فالموضوع نفسه الكلام ده مثلا بجد من سنتين ثلاثه ما كانش فيه تاكسي من سنتين ثلاثه ب 10 جنيه. جرب مثلا، جرب تبقى في رمضان وانت تعطل مثلا، او ماشي شافوك ماشي كده وقت الفطار. أيوة. انت بتتخطف. ما رحتش هناك خالص والله. لو ما انت ماشي كده وقت الفطار ومش معدي، انت ايه ده، انت غريب. ايوه تطير غريب زي ما بيقولوا. يروحوا ساحبينك، تعالى خش كل. لا. وجرب تقول لا بقى، يعني هتبقى كارثه، في اي محافظه،